إحدى الأمسيات كان اللص الظريف يلف خيوط الصيد في بكرة وهو جالس أمام الكهف، بينما كانت زوجته مانكا تطعم الحمام بحبوب القمح. فجأة بدأ سيل من الماء يتدفق باتجاه الكهف، ولا أحد يدري من أين جاء هذا الماء، فارتعب الحمام وطار. تعال وانظر يا زوجي العزيز، تعال وانظر. ربما تحطم الحاجز المائي على البحيرة. سوف تكون كارثة كبيرة وتفسد علينا جلستنا الهادئة. من الأفضل أن أذهب لأرى ماذا حدث. ثم جرى اللص جهة البحيرة، ثم ما إن وصل هناك حتى وقف مندهشا ولم يصدق عينيه. إن حارس البحيرة جالس على أحد أغصان شجرة الصفصاف وهو يبكي ودموعه تسيل. أستحلفك بالله أن تتوقف عن البكاء. أوقف تدفق هذه الدموع بسرعة قبل أن تغرق كهفي. القول أسهل من الفعل. انظر ماذا حل بالبحيرة. لقد كانت هناك سمكة ضخمة مستلقية في البحيرة، والبحيرة ممتلئة بها، وهي ذات وجه كبير يمتد من فروع البوص حتى بوابة السد، ولها عينان ضخمتان. يا إلهي، ما هذا؟ إنه حوت كبير جدا. أنت حارس البحيرة، لما لا تطارد هذا الحوت وتخرجه من البحيرة؟ ألا تريد أن تحاول أنت أولا؟ أحاول؟ ولم لا؟ أنت أيها الحوت، اخرج من هذه البحيرة إلى البحر الكبير. نحن لا نريدك هنا. عد من حيث أتيت. لا زلنا في مكاننا. لا لا، لقد تقدمنا قليلا. مانكا، أمسكي طرف هذا السلك واربطيه في الشجرة. سنعمل منه شبكة للصيد. عليكم أولا أن تضعوني في هذه الشبكة. ثم جاء فوج من الحمام وحمل الشبكة ورماها فوق الحوت. عليكم الآن أن تجدوا شخصا يستطيع أن يحركني.
وما إن قال الحوت ذلك حتى صفق حارس البحيرة بيديه، وفجأة تحولت البحيرة إلى هرج ومرج. وظهرت أعداد كبيرة من السمك الصغير، وكل سمكة ممسكة في فمها بطرف من الشبكة. تقدموا أيها الأصدقاء. مع السلامة يا زوجي العزيز، سأنتظرك هنا. وبدأت الأسماك الصغيرة في سحب الحوت الكبير من البحيرة، وكان الناس يحيون اللص الظريف ويرد عليهم بالتحية، وبقي على هذه الحال حتى وصل إلى البحر الكبير. اذهب واسبح كما تشاء في هذا البحر، ففيه مساحة واسعة لك. ثم قفز من على ظهر الحوت بقفزته الظريفة من موجة إلى أخرى حتى وصل إلى حيث كانت زوجته تنتظره.